السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. تعالوا النهاردة أعرفكم طريقة حلوة أوي للممبار ما يخليكيش ينزل منك رزاية واحدة في الشوربة. هتمسكي الممبار زي ما انت شايفة كده، بس صلي على النبي كده أول ما تسمعي الفيديو وحط كومنت حلو يفتح النفس كده، واللايك الجميل بإيديك الحلو. هتمسكي الممبار زي ما قلتلك كده، تمسكيه تبططيه كده في الحلة زي ما انت شايفة كده. عايزاه تقطعيه صوابع قطعيه، عايزاه تعمليه زي ما انا عاملاه كده اعمليه. ومتخليش الممبار معاكي رزه زيادة علشان ما يبقاش الصباع تخين قوي قوي ويطرشق منك في المية في الشوربة بتاعته. تمام تمام. تفضلي بقى ترصي رصة فوق رصة، رصة فوق رصة كده زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، اللي تلاقيها مليانه قوي. انا طبعا ما حشيتش الممبار معاكم النهارده علشان حشيته قبل كده كتير معاكم، وعندكم على القناه لو عايزين تشوفوا طريقه الحشو بتاعته. حشيته مره بالقمع، وحشيته مره بالمعلقه، وحشيته مره بايديا. يعني عملته ب100 طريقه وطريقه. بكم طريقه وطريقه يا جماعه؟ زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بصوا الممبار خفيف خالص، الرز فيه بصوا اهو، حتى ما بلاقي حته تخينه شويه انا بفردها كده زي ما انتوا شايفين علشان ما يفضلش معاكم، عشان ما يبقاش معاكم ايه مليان ويطرشق منك كده في الشوربه. تمام تمام. هتفضلي برضو كده زي ما انت شايفه كده حبايب قلبي. لو وصلت لحد كده قولي لي بتتابعيني من انه بلد علشان كومنتك بيسعدني. وقولي لي بقى كومنت حلو كده يفتح النفس. ربنا يسعد قلبك يا رب ويسعد قلوبكم كلكم ان شاء الله، وربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده فضلت اعمل في الكمية بتاعتي كده لما خلصت الكمية بتاعتي بالفرد زي ما انتوا شايفين كده. بفرد الحتة اللي انا حاشياها، بفردها قوي كده. الحتة اللي بلاقيها كبيرة قوي قوي بقصها نصين. تمام تمام. وتفضلي تعملي كده. طبعا انا حاطه ميه جنبي على البوتاجاز، حاطه فيها شويه من الفلفل الاسود تغلي كده عشان بعمل له شوربه، علشان ساعه الميه السخنه ما تنزل عليه بتقفل لي المثانه بتاعته، يعني البوز بتاعه كده بتلاقيه قافل. هنا بعد ما خلصت حطيت جزرايه وبصلايه كده زي ما انت شايفه كده حبايب قلبي، وورق لوري. وهنزل بقى بالشوربه بتاعتي، بس هعدل الحله بتاعتي الاول عشان ما تبقاش مميله. وهجيب الشوربة بتاعتي كده انزل بيها على الممبار زي ما انت شايفة كده. بصي بقى ساعة ما بتنزلي عليه المية السخنة كده بيقفل المثانة بتاعته معاكي، ويبقى تمام التمام. ما ينزلش حباية رز في الشوربة. هنا بحط معلقة من الملح علشان انا ضامنة ان الممبار بتاعي مش كبير في السن، صغير بيستوي على طول. لو حسيت ان الممبار بتاعك كبير في السن ما تحطيش ملح الا لما ايه يغلي شويه. بص بقى هنا قفل معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين بصوا بيتقفل معايا البوز بتاعه. هنا بقى كنت خلصته. عايزه تحمريه سليم زي ما انا سلقاه حمريه، عايزه تقدميه سليم قدميه، عايزه تقطعيه زي ما انا قطعته صوابع صوابع كده. شايفين صوبع الممبار حلو ازاي؟ لا كبير ولا صغير. انا بعد ما حمرته قطعته كده بالسكينه وقدمته في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. طريقة حلوة قوي قوي ما تخلتش معاكي الرز. شايفين احنا عندي الاضاءة مش حلوة شوية، بس والله العظيم ده احمر وجميل جدا جدا جدا. شايفين الصباع لا تخين ولا مليان قوي كده مكعبر في بعضه ولا اي حاجة. الصباع حلو كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، والرزية مستوية. بصوا بقى لو انت عايزة تقدميه سليم زي الطبق ده كده، الطبق ده فيه كام واحدة كده سلام كده، انا سايباهم كده. هنا بقى كان معانا فرخاية حلوة كده سلقينها ومحمرينها عشان ناكلها مع الممبار. وكمان يا حبايب قلبي معانا بقى كمان رئيس السفرة بتاعتنا، هتشوفوه دلوقتي هنحمره. بس اهم حاجة الاول تحط اللايك وكومنت حلو وقولوا لي الفيديو البسيط ده عجبكم ولا لا. هنا بقى الدكر البط ده قسمينه نصين، هنحمره ونقدمه معانا على السفرة. وبألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.